بقاش عندي طاقة أديها أكتر من كده. يا جماعة احنا لسه واصلين دلوقتي على الجزيرة المهجورة دي، والثلاث أيام الجايين هناكل بس اللي نقدر نصطاده. كل يوم يا جماعة هنروح مكان جديد تماما ونصطاد حيوانات مختلفة، وإن شاء الله في نهاية التحدي ده نقدر نلاقي المفترس القمي في الجزيرة دي. هوريكم دلوقتي ايه اللي معانا في الشنطة ومعايا في أول يوم، ويلا بينا نبدأ. معانا سكينة كبيرة هنا، ومعانا زعانف الغطس، وكمان معانا حربة صيد هنقدر نستخدمه واحنا بنعوم في البحر. معانا كمان الأقنعة بتاعتنا عشان نقدر نشوف تحت المية في البحر، ومش هنروح في أي مكان من غير المشروب ده. ومعانا كمان مشروب الطاقة السريع يا جماعة، ده هيساعدني الأيام الجاية لأننا مش عارفين هنواجه إيه. هنبدأ التحدي ده على الشعاب الساحلية يا جماعة، وكل يوم هنطلع لفوق في سلسلة الغذاء ونواجه حيوانات أكبر وأكبر. ودلوقتي كل صيد في كل يوم هيفتح لنا حاجة غامضة نقدر نستخدمها عشان نطبخ الحيوانات دي، لأن في نهاية التحدي ده الهدف هو إننا نعمل وليمة جامدة معاكم للمفترس القمي على الجزيرة دي. أنا متحمس جدا، يلا نجهز نفسنا وننطلق على طول، يلا بينا. واو يا راجل، بص قد إيه المكان ده رائع. تمام، يلا نخرج بهدوء، أنا هطلع من هنا. واو، بصوا على مسدس المية، واو. يا ساتر، مسدس المية اتجنن، بيضخ في جنب صدرك. اوه
تمام يا جماعة، أنا لسه داخل من غطسة مجنونة وكنت ماليش أي لازمة هناك. يا راجل كنت بضيع الفرص يمين وشمال، وفي النص كان يوم صعب كأول يوم، بس جبنا السمكة دي يا جماعة. دي اللي بنسميها سيلفر دراما. عمري ما أكلت واحدة زي دي قبل كده في حياتي يا جماعة، ومش عارف طعمها هيكون عامل إزاي. السمكة دي زي السمك العشبي كده، زي ما أنت شايف، بقها صغير وبتتغذى على الأعشاب البحرية والبلانكتون والحاجات دي كلها. مش عارف طعمها هيكون عامل إزاي. وكمان معانا المحارة العملاقة دي اللي لقيتها تحت هناك. مين عارف ايه اللي جوه الحاجة دي، بس احنا هنفتحها كل يوم. كل يوم هنكون بندور على حيوانات جديدة. يعني احنا بدأنا تقريبا من أسفل السلسلة الغذائية دلوقتي، وبما اننا اصطادنا أكل على الأقل هنحصل على مكون سري واحد بس. في نهاية التحدي ده يا جماعة إن شاء الله يكون معانا مفترس ضخم في قمة السلسلة الغذائية، وساعتها هنقدر نفتح كل المكونات، وده هيخلي الطبخة النهائية جامدة جدا. يعني زي ما انتم شايفين احنا بدأنا من غير أي مكونات، ومفيش نار هنا يا جماعة. احنا ما عندناش أي حاجة، فاحنا عايزين ننظف السمكة دي بطريقة نقدر ناكلها ناية كده وحلوة. يعني عايزين لحم نضيف من غير شوك ولا جلد. انا هقطع جنب واحد من الفيليه يا جماعة، ويا رب اقدر اطلع اكبر كمية لحم ممكنة. هبدأ من هنا وهقطع على طول لتحت لحد السكينة بتاعتي. اللحم فعلا لسه بيتحرك، حاسس بيه في ايدي، وده كده فيليه صغير وجميل يا جماعة. بصوا، هكون كداب لو قلت لكم ان اللحم شكله حلو. هو فعلا لونه رمادي كده، الموضوع غريب جدا. بس هنقطع حتة صغيرة من اللحم. عايزين نشيله من الجلد. لسه قاطعين شوية ساشيمي جميلين من السمكة بتاعتنا وكده. فتحنا اول مكون معانا يا جماعة عشان اصطادنا حيوانات النهاردة، وهو صوص الصويا. ما عندناش نار، ما عندناش اي حاجة غير صوص الصويا في اول يوم. هو ده كل اللي معانا. هنحط شوية صغيرين على كل قطعة من الساشيمي ده. يا جماعة ده فعلا كل اللحمة اللي عندي عشان اقدر اكمل لبكرة. ولسه مش متأكد من السمكة دي بصراحة، لونها فعلا رمادي وملمسها غريب. يلا نجربها ونشوف. بص، هي مش احسن سمكة اكلتها في حياتي، بس مش وحشة قوي. هي مش اوحش حاجة عشان فيها صوص الصويا اللي بيظبط الطعم، فبتعوض شوية. بس لو كان عندنا ماكريل حلو او حاجة زي كده كان الموضوع هيبقى جامد جدا. انا مش متحمس قوي لده، بس معانا صدفة محار عملاقة وحنفتحها وناكلها ناية مع صوص الصويا. انا حتى مش عارف ايه اللي جواها، بس احنا على وشك نعرف. الشيء ده معمول من ايه بالظبط؟ الماس؟ انت بتهزر؟ يا ساتر، يا نهار ابيض يا جماعه. بصوا ايه اللي جوه الحاجه دي. ده زي محاره عملاقه. محارة أحط عليها شوية صوص صويا. الخطة إني أعيش الأيام الجاية لو الحاجة دي ما جبتليش مغص في بطني. مش عارف إيه اللي هيجيب. يلا بينا ناكلها. أظن اللي كلته ده كان أمعائها. كان طعمه حامض يا أخي، كان طعمه حامض يا جماعة. بصوا على السائل اللي خارج من ده يمكن يكون واحد من أصعب الأيام الأولى اللي مرت علي في حياتي. كان مقرف جدا. هضطر أدي السمكة دي 6 من 10، وده هيكون كل البروتين اللي معانا لبكرة. ما عنديش أي طاقة خالص، وهشوفكم بكرة بدري في اليوم التاني. إحنا في موقف صعب، بس يا رب نلاقي مفترس جديد في مكان جديد. هيكون صعب. تمام، هشوفكم وقتها. يا جماعة احنا لسه واصلين الجزيرة المهجورة دي في اليوم التاني، وباكل بس اللي اقدر اصطاده. يا جماعة عندنا النهاردة ظروف مجنونة جدا. مياه جليدية زرقاء وشواطئ رملية بيضة، واحنا حرفيا في الجنة. بس لأني تعبان جدا، انتوا شفتوا امبارح كل اللي كان معانا شوية سمك نية صغيرين، وصدفة جندوفلي كبيرة كانت مقرفة جدا يا راجل. احنا هنستكشف الجزيرة المرجورة دي ونشوف لو نقدر نلاقي اي نوع اكل. يا جماعة اي حاجة اصطادها بتبقى اكلي، ولو ما اصطادتش حيوانات هفضل جعان حرفيا. عايز اوريكم احنا فين يا جماعة. ده واحد من اكتر الاماكن الخيالية اللي رحتها في حياتي. دلوقتي الحاجة الحلوة في الجزر دي يا جماعة ان وقت المد العالي بيجي لنا حاجات كتير جدا بتطلع على الشاطئ ونقدر نستفيد بيها. زبالة ناس، كنز ناس. عندنا هنا كمية كبيرة من الخشب الميت وحطب صغير وقشر
جوز هند قديم وكل حاجة ممكن نستخدمها هنا. بصوا على كل ده، عندنا جزمة قديمة هناك، شوية زجاجات بلاستيك. الجزيرة دي زي ملعب كبير، أي حاجة نلاقيها هنا تقريبا نقدر نستخدمها. عندنا شجيرة ساحلية هنا، دي اسمها سي بارسلين، تقدر فعلا تاكلها، ملحة جدا، بس ده هيخليني أعطش أكتر وأنا هنا في الجزيرة النهاردة. أنا خلاص على الآخر يا جماعة، أنا جوعان جدا. امبارح كان عندنا المحارة العملاقة دي، كانت مقرفة جدا. فالنهاردة عايز أشوف لو أقدر آكل وجبة كويسة، عشان عارف إن بكرة هنطلع نصطاد وحش وأنا محتاج طاقة. يا جماعة ده واحد من أروع الحاجات اللي شفتها في حياتي. بصوا كده، دي أكيد واحدة من أكبر أصداف المحار اللي شفتها في حياتي. واو، تمام ماشي، هنحتفظ بدو، ده هيبقى مفيد لينا. هنقدر نستخدم صدفة المحار العملاقة اللي لقيناها ونحط السمك بتاعنا جواها. هنجهز نفسنا، النهاردة معانا سلاح مجنون هنستخدمه. معانا الوحش ده هنا، ده المدفع الكبير. النهاردة هقوم على طول من الشاطئ يا جماعة. واضح ان الحيوانات اللي جبناها امبارح كانت صغيرة جدا وطعمها كان وحش قوي، فلازم نطور نفسنا النهاردة. وانتوا عارفين لو قدرنا نصطاد حيوانات النهاردة، ده هيفتح لنا مكون سري نقدر نستخدمه هنا في الجزيرة دي. وخليني اقول لكم، احنا فعلا محتاجينه. جه الوقت نطلع نستكشف على طول من الشاطئ ده ونشوف ممكن نلاقي ايه. يلا بينا. هو ده حتة براز عايمة؟ ده يا إما خشبة يا إما براز، مش عارف.
يا جماعة اللي حصل تحت كان جنان. الشعاب الساحلية دي كانت مليانة حياة يا راجل، والخبر الحلو اننا جبنا نوع اكل ليومنا تاني. يا جماعة وانا بنزل تحت المية كنت حرفيا على اخر نفسي، وشفت الحاجة اللي كانت طافية على السطح. لسه بحاول افهم اذا كان ده براز ولا خشبة طافية. السمكة دي سمكة الصندوق، واحدة من اغرب الانواع اللي شفتها في حياتي يا جماعة. عندهم بق صغير قوي قدام كده وقشرة خارجية صلبة. سامعين الصوت ده؟ الموضوع فعلا غريب. بس من ورا هنا طرية، وكمان عندهم ديل صغير كده. دلوقتي يا جماعة تحت القشرة الصلبة دي بالظبط في اللحمة بتاعتها، واحنا حنسويها عشان نشوف طعمها ايه. بصراحة فكرتني ببيكاتشو كده، شكلها زي شخصية بوكيمون بكل اللون الاصفر الغريب ده والقشرة الخارجية العجيبة دي. يا جماعة كمان عندنا الحاجة دي هنا، دي اللي بنسميها سمكة فينجر مارك سنابر، وهي واحدة من احسن الاسماك للاكل على وجه الارض على كوكب الارض، قريبة من سمكة المانجروف سنابر أو المانجروف جاك. يا جماعة ألوانهم مجنونة، عندهم جزء أحمر فاقع وكأنه بيقلب على برتقالي فاقع ورا. فعلا صيادين مذهلين. بص على الباقي ده كده، ودي السمكة الجامدة جدا هنا في الجزر، يمكن دي أكبر واحدة اصطادتها في حياتي، ودي اللي محتاجينها عشان نجيب وقود يا جماعة. بكرة أظن بكرة هنروح نصطاد أكبر الكائنات اللي المحيط ده بيقدمها. كل يوم بنصطاد فيه حاجة، بنكتشف مكون سري جديد. والنهاردة عشان احنا هنا في الجزيرة المهجورة دي اتفتح لنا عنصر النار. ايوه يا جماعة احنا ولعنا نار هنا، يعني معانا صويا ومعانا نار، وده اللي هنقدر نستخدمه هنا عشان نطبخ السمك الجميل ده في اليوم التاني. بس يا جماعة ما تقلقوش، في مكون سري تاني بكرة هنقدر نفتحه لو لقينا وحش من وحوش المحيط. يلا بينا نستكشف الساحل ده ونلاقي أي نوع من الحطب، نبني حفرة للنار ونجهزها للطبخ في اليوم التاني. يا راجل بص كده، يا نهار ابيض، دي هناك صدفة نوتيلو الصغيرة يا جماعة، شوفوا شكلها عامل ازاي. دي فعلا احفورة حية من اقدم الكائنات على كوكب الارض، وكانت عايشة جوه الصدفة دي. هناخد دي هنخليها كزينة جنب النار، هنستخدم كل الحاجات دي. يا جماعة الشرارة بتروح بسرعة جدا هنا في الجزر المهجورة دي، وبصراحة مفيش أحسن من جزيرة مهجورة ونار مولعة وطبخة شغالة على النار. أنا محتاج آكل لحمة دلوقتي حالا يا جماعة. مبارح أكل السمك الني ومعاه بس صوص الصويا كان وحش جدا يا جماعة، فاحنا دلوقتي عندنا نار هنا في الجزيرة ونقدر نشوي السمك على طول، وده هيكون حاجة جامدة جدا. احنا هنعمل الطريقة الأسترالية التقليدية اللي بيسكلي بنعمل طبقة فخم وبعدين بنحط السمك عليها على طول. اللي هيحصل كده إن السمك هيتشوي من بره ويبقى عليه طبقة محمرة ومتفحمة شوية، بس السمك ده اللي عنده طبقة خارجية جامدة، الطبقة دي هتحميه، وبعد كده هنقدر نقشرها ونشيلها. واضح يا جماعة إن كل يوم بنطور في المفترسين اللي بنصطادهم، يعني بكرة هنروح نصطاد أكبر وأخطر سمك. امبارح كنا بنصطاد سمك صغير مش مهم، كانوا مجرد سمك طعم. النهاردة معانا سنابر جميلة ومحدش عارف بكرة هنصطاد إيه. واو، دي أحسن لحظة ممكن نعيشها يا جماعة. عندنا صدفة محار عملاقة هنا، ومعانا السنابر وسمكة البوكس اللي اصطادناهم وشويناهم على النار. يلا نجرب السنابر دي يا جماعة واحنا بنفتحها. بصوا على ده، اللحمة مستوية بشكل مثالي، وطبعا عندنا الصويا من امبارح وشويناها على الفحم، وعندنا مكون جامد عايزين نفتحه بكرة يا جماعة. بس دلوقتي عندنا سنابر بطعم الصويا الجميل هنا على الشاطئ، يلا ناكل. طعمة من أرقى وألذ اللحوم اللي ممكن تدوقها، والطريقة اللي اللحمة بتتفك بيها من العظم لما تشويها على النار حاجة مش معقولة. لازم أجرب سمكة البوكس دي يا جماعة. هم فعلا عندهم قشرة خارجية صلبة كده بتقشرها بإيدك. شايفين ده قدامكم؟ فعلا زي قطعة دجاج تندر. بتهزروا؟ حطوا شوية صويا صوص عليها، يلا ناكلها. يعني سخنة جدا بصراحة، دي حلوة قوي يا جماعة. السمكة دي اللي شبه الصندوق دي أغرب حاجة شفتها في حياتي. بصوا عليها، القشور الصغيرة دي عجباني، القشرة الخارجية الصلبة دي عجباني كأنها بازل، وبعدين لما تشيل القشرة تلاقي قطع لحم طرية صغيرة. بص على السمكة دي، احنا فعلا دمرناها يا راجل. أنا هلتهمه دلوقتي وحشوفكم بكرة بدري قوي في اليوم الثالث
لأنكم عارفين إننا رايحين مكان جديد نصطاد فيه مفترسات القمة عشان نكمل التحدي ده، وإن شاء الله نقدر نلاقيهم يا جماعة، لأن ده هيخلينا نكتشف المكون السري للوليمة الكبيرة. هشوفكوا بدري قوي، أشوفكوا وقتها. يلا بينا. يلا بينا. ايوه يا رجاله، ده جامد قوي. يا جماعة الناس المحليين ماشيين ورانا لحد المكان. بص على الدلافين يا راجل، ده جنان. أيوة يا رجالة. أيوة. صباح الخير يا جماعة، وده اليوم الثالث دلوقتي واحنا حرفيا محاطين ببحر هادي زي الإزاز، لأننا بنطارد مفترسات القمة في عرض المحيط الأزرق. النهاردة يا جماعة معانا المدفع الكبير، وانتوا عارفين لو قدرنا نصطاد عملاق النهاردة هنكشف المكون السري لأحلى طبخة. هنا مكان عمالقة المحيط. احنا هنغوص في مياه عمقها حوالي 20 ل 30 متر، وهننزل تحت يا جماعة. ان شاء الله هنطارد شوية طعم وسمك تاني كتير، ونحاول نجذب اكبر مفترس نقدر نلاقيه. اليوم حاسس انه يوم سمك كده، مش قادر احدد السبب بالظبط. حاسس إن كل حاجة حواليا عايشة، الطقم في كل مكان وفي عصافير، وأنا متحمس جدا للموضوع ده. اليومين اللي فاتوا كانوا تحدي كبير، بس انتم عارفين اننا لازم نصطاد سمك في اليوم الثالث عشان نكمل التحدي ده. بصوا على الظروف الرهيبة دي دلوقتي، تقدروا تشوفوني في انعكاس المية يا جماعة. الموضوع جامد جدا. مية زرقاء عميقة وكلها هادية زي الإزاز. جه وقت إني ألبس البدلة وأنزل المية وأبدأ أدور على أي حاجة نلاقيها تحت. ده مفترس قمة، يلا بينا. شفتوا اللي حصل دلوقتي؟ كان في سمكة ماكريل عملاقة عدت قدامي، صوبت عليها وبصراحة ضيعت الفرصة. يا نهار ابيض، ده كان المفترس القمه اللي كنا بندور عليه يا جماعه. احنا محتاجين ننعش نفسنا بسرعه. ده هيديني حياة جديدة يا جماعة. أنا فعلا وصلت للحضيض دلوقتي، جه الوقت إني أفتح الحاجة دي. هاي تاست، الكويك ريفايف داخل دلوقتي، يلا بينا. بوش بوش يا جماعة، استنوا، انا جاهز لل90 واحنا هنجيب وحش. يلا بينا. بوش بوش. جبنا وحش. جبنا وحش. خدوا بالكم، خدوا بالكم يا شباب، طفوا الموتور.
الحاجة دي ضخمة، انت بتهزر. Are you kidding me? We have got a freaking monster, guys. Look at this thing right here. This is a freaking beast, man. Oh, it's got to be like 40 kilos, guys. I've never got... عمري ما شفت ماكاريل بالحجم ده قبل كده في حياتي. بصوا على بقه يا جماعة، ده جنان، شكله كأنه مش طبيعي، مدور من الآخر زي تونة سن الكلب. عمري ما شفت حاجة زيه. ماكريل إسباني عملاق، أعلى مفترس هنا، وإحنا عملناها. شفتوا لما اصطدنا رينبو رانر كبير استخدمناه كطعم علشان يجذب الحيوانات. يا جماعة السمكة دي جت فعلا وأكلت الرينبو رانر اللي حطيناه، وبعدين نزلت وضربته، هو بصق الطعم. ودلوقتي اصطدنا المفترس الأعلى. يا نهر أبيض، عملناها. لازم أشيل الحاجة دي على كتفي. جاهز؟ اللي قدامك ده بنسميه سمكة ماكاريل إسباني عملاقة. يا ساتر، تقيلة جدا، مش قادر حتى أشيلها. تقيلة جدا، بس دي كبيرة قوي. يا ساتر، مش قادر أقول أي حاجة تانية يا جماعة. ده أحسن حاجة هتشوفوها على القناة دي لو ما عملتوش لايك وسبسكرايب دلوقتي. أنا حستسلم. كل لحظة بصحى فيها الصبح وكل حاجة بتبقى ماشية غلط والدنيا بتبقى صعبة. دايما بتصدق إن في حاجة مميزة هتحصل في حياتك، وكل شوية كده وبيجي وقت وتلاقي الخطة بتظبط وحاجة جميلة بتحصل. وده تذكير لأي حد، لو أنت بتمر بوقت صعب لازم تعرف إنك مش عارف إيه اللي مستنيك بعد الوقت الوحش ده يا صاحبي. واللي قدامك ده وحش بجد. يا جماعة الحاجة دي وحش يا جدعان، احنا لسه وصلنا البر يا جماعة. اللي هنعمله دلوقتي إننا هنولع نار علشان نطبخ آخر طبخة. وانتوا عارفين علشان اصطادنا الوحش ده هنقدر نستخدم آخر مكون في الوليمة العظيمة هنا على الجزيرة دي. يلا بينا. ده الطعم اللي حطيناه فعلا جه وأكل الحاجة دي كلها مرة واحدة. بص على الفرق في الحجم، ده فعلا سمكة رينبو رانر كبيرة جدا، وهي فعلا ممكن تدخل في بقه على طول كده. ده جنان فعلا. بصوا على راسه جنب ايدي. دلوقتي يا جماعة الحيوانات دي هنا فعلا ملوك المكان، عندهم أسنان مجنونة بشكل مش ممكن تتخيله، وهم بيجوا بيقطعوا أي حاجة عايزينها تقريبا. جسمهم كله عضلات، بقهم كمان شبه متعدل يا جماعة. عادة بقهم بيكون حاد ومدبب جدا، بس ده كبير لدرجة إن بقهم بقى شبه دايري. كل الزعانف بتاعتهم بتدخل في جسمهم بشكل طبيعي كده زي ما انتم شايفين. عنده الخط الجانبي هنا تحت. ويا جماعة ده فعلا المكان اللي ضربناه فيه، جبنا إصابة كويسة في جسمه. هي ما وقفتوش فعلا، الرمح حتى ما عداش من الناحية التانية منه. هو سميك كده يا جماعة، وكمان ديله بصوا عليه. الحاجة دي فعلا موتور جامد، لازم يكون حوالي 300 حصان الحاجة دي. الموضوع جنان يا جماعة. يلا نولع نار هنا على الجزيرة دي وقت الغروب. مش مصدق اننا عملناها. يلا بينا. ده هيبقى فرن فعلا دلوقتي. كلكم سيبوا تعليق، الناس مولعة في التعليقات. آخر طبخة هتحصل على الجزيرة المهجورة دي وأنا متحمس جدا ليها. وأثناء ما النار دي تهدى هنروح نجهز السمك بتاعنا. هنجرب طريقة مجنونة عمري ما جربتها قبل كده مع سمك الماكاريل الإسباني. يلا نروح هناك. الحاجة دي تقريبا كلها لحم يا جماعة، فبفكر في أحسن طريقة نطبخ بيها
ونستغل المكون المميز اللي جايبينه النهارده علشان الوليمه الكبيره. فبفكر نستخدم الديل كانه قطعه لحم كبيره، ده اللي في بالي، زي قطعه كبيره. تخيلوا رجل خروف بس دي ماكريل عملاقة. انت بتهزر؟ بص على ده كده، واحنا هنقدر نحطه على النار على طول زي ما هو كده. اللي هنعمله علشان نضمن انه يستوي كويس وبشكل متساوي، هنعمل شويه شو فيه. وطبعا انتوا عارفين اننا خلاص فتحنا صوص الصويا والنار بتاعتنا، بس عندنا حاجه تانية احنا على وشك نفتحها. يا راجل دي يمكن اكتر حاجه مجنونه هنعملها. ايوه هنحطها على النار على طول. يا جماعه بصوا على ده كده، دي احسن حاجه ممكن نوصل لها. حطيناها جنب النار كده يا جماعه، يعني مش كل اللهب عليها، هي محطوطه على الطرف كده. هتاخد شويه تخمير حلو من اللهب، وبعدين هنحط كل المكونات المميزه دي فوقها على طول. اللحظات زي دي هي اللي بتخليني اقدر الحياه، وبصراحه انا محظوظ جدا اني عندي كل واحد فيكم. يا جماعه اللي بتتفرجوا، وعايز اقول لكم شكرا جدا من كل قلبي. الكلام ده ما كانش هيبقى ممكن من غيركم، وبجد انا بحبكم جدا. العزومة الأخيرة شغالة دلوقتي يا جماعة، وزي ما انتوا عارفين معانا شوية مكونات فتحناها. أول حاجة اليوم الأول يا جماعة معانا صوص الصويا. هنا هنحط شوية منه. بصوا على ده، يا نهار أبيض. واضح إننا استخدمنا النار اللي فتحناها في اليوم التاني، وفي اليوم التالت جبنا رحيق ربنا عسل يا باشا. احنا هنعمل مكاريل بالعسل والصويا في الجزيرة دي. بص على ده، لو كنتوا تقدروا تشموا الريحة دي دلوقتي كنتوا هتجننوا. طيب مفيش غير حاجة واحدة نعملها، وهي إننا نبدأ ناكل منها. اللحمة شكلها جميل بطعم العسل والصويا. مفيش زي الماكريال بالعسل والصويا هنا في الجزر دي، بجد مش مصدق. عشان كده احنا بنعمل كده. عندنا فيديوهات اكتر هنا، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وهشوفكم في المغامرة الجاية. ده مش طبيعي، احنا عملناها. ياهو.